السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الرياضيات على القناة. إن شاء الله مستمرين معاكم في شرح وحل تمارين منهج الرياضيات الجديد للصف الثاني الإعدادي. وإن شاء الله النهاردة بنحل مع بعض تقييم الدرس الأول من الوحدة الثانية اللي هو التحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر. نبدأ زي ما احنا متعودين دايما بالصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نشوف التمارين بتاعتنا. السؤال الأول طبعا بيتكلم في اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطى. هنا بيقول ما العامل المشترك الأكبر بين حدود كثيرة الحدود؟ هنا كثيرة الحدود تحتوي على حدين 12x تربيع و 8x. العامل المشترك هنا فيه عدد ورمز. بالنسبة للعدد ال 12 وال 8 ينفع نقسمهم على كام؟ على 8؟ لأ. طب ينفع نقسمهم على 4؟ ينفع. يبقى هنا كده العامل المشترك بتاعي هيكون 4 بالنسبة للأعداد. الإكس متكررة ناخد الصغيرة، يعني هناخد الإكس فقط. يعني العامل المشترك يبقى 4x اللي هو الاختيار رقم د. النقطة رقم 2 بيقول لي أي مما يلي يمثل تحليلا لكثيرة الحدود. طبعا علشان نحلل محتاجين العامل المشترك. عندي 16 و 24. العامل المشترك يكون كام؟ يكون 8. تمام. وإكس تربيع وإكس تكعيب هيكون إكس تربيع. ودايما بعد العامل المشترك بنفتح قوس ونقول 16 على 8 هيكون 4. هيكون ايه 2. يبقى 2 واكس تربيع على اكس تربيع يبقى اكس، يبقى الناتج 2 ناقص 24 على 8 يبقى 3 واكس تكعيب على اكس تربيع بتبقى اكس، ويبقى الناتج النهائي بتاعي 8 اكس تربيع مضروبا في 2 ناقص 3 اكس اللي هو الاختيار رقم ج. النقطة رقم 3 6 a ناقص 8 b. لاحظ هنا ان الرموز مختلفة وبالتالي العامل المشترك هو عدد فقط. الستة والتمانية ينفع نقسمهم على كام؟ على 6؟ لأ طبعا. على 4؟ لأ. على 2؟ يبقى ناخد عامل مشترك 2. و6 a على 2 يعني 3 a ناقص 8 b على 2 يعني 4 b. نبدأ نبص في الاختيارات فين الاتنين اللي مضروبة في 3 a ناقص 4 b اللي هو الاختيار رقم ج. النقطة رقم 4 بالنسبة للأعداد مفيش أعداد، المعاملات هنا 1. خلاص يبقى تركيزي مع الرموز. الإكس متكررة هناخد إكس لأن هنا إكس تربيع وهنا إكس. هنا واي وهنا واي تربيع يبقى هناخد واي، وبعد كده نفتح قوس ونقول إكس تربيع واي أما نقسمها على إكس واي هتبقى إكس فقط لأن الواي هتتكنسل، وإكس واي تربيع أما نقسمها على إكس واي هتبقى واي فقط لأن الإكس هتتكنسل. يبقى أنا عندي الناتج بتاعي إكس واي مضروبة في إكس ناقص واي. خلي بالك لأن أنت عندك الاختيار رقم أ ورقم د متشابهين. رقم د بيقول لك واي ناقص إكس، لا هي إكس ناقص واي. هتفرق يا أستاذ؟ تفرق، تختلف. يبقى أنت هتاخد الاختيار رقم أ. النقطة رقم 5 بيقول إكس مضروبة في إيه زائد بي زائد واي مضروبة في إيه زائد بي. لو ركزنا هنا هنلاحظ ان العامل المشترك هو عبارة عن A زائد B. هناخد ال A زائد B عامل مشترك ونفتح قوس هيتبقى عندنا X زائد Y. يبقى انا محتاج قوسين A زائد B و X زائد Y. طب مين الاول؟ اي واحد لان ده عملية ضرب وعملية الضرب عملية إبدالية. هنلاحظ الكلام ده موجود في الاختيار رقم ب. النقطة رقم 6 بيقول إكس زائد واي بتساوي 10، A ناقص B بتساوي 7. لو أنت هنا خدت A ناقص B عامل مشترك هتلاقي الباقي عندك إكس ناقص واي. طب ال A ناقص B دي ب7 والإكس ناقص واي زائد واي ب10. في حاجة هنا مش مظبوطة. خلي بالك إن هنا، خلي بالكم دي A ناقص B ودي B ناقص A.
يبقى أنا لما أعمل دي A ناقص B زيها هيطلع لي إشارة سالب، هتبقى دي زائد Y، عشان كده القوس ده هيبقى زائد. ويبقى عندنا ال A ناقص B ب7 والإكس زائد Y ب10، يبقى 7 في 10 بتساوي كام؟ بتساوي 70. الاختيار رقم د. بعد كده السؤال اللي بعده، بعد ما خلصنا السؤال بتاع اختر الإجابة الصحيحة، بيقول قام كل من سامح وإسلام بحل المعادلة 4x تربيع بتساوي 8x. سامح قال أنا هقسم على 4x فطلع الحل 2، حل صحيح بيحقق المعادلة. وإسلام يعني نقل 8x بعكس الإشارة وخد عامل مشترك وطلع حل ب2 وحل بصفر. الحلين صح. طيب مين فيهم حله صحيح ومين فيهم حله فيه مشكلة؟ طبعا حل إسلام صحيح. وليه حل سامح خطأ؟ خطأ سامح القسمة على متغير، يعني اكس او عدد فيه مع اكس، لان احنا اتكلمنا في الشرح اثناء الشرح وقلنا في حل المعادلات لا يصلح، ما ينفعش ان احنا نقسم على ايه؟ على اكس. طيب لان احنا كده بنهمل احد الحلول. بيطلع حل صحيح ولكن بيبقى ناقص، يعني زي هنا كده طلع اكس بتساوي 2 فقط واختفى معاه الاكس بتساوي 0 وهي حل صحيح ايضا. بعد كده بيقول حلل كثيرات الحدود باستخراج العامل المشترك الأكبر. النقطة رقم 1 لو بصينا كويس هنلاحظ 12y زائد 4. دايما لما تفكر في العامل المشترك فكر في العدد الصغير، ينفع ولا لا؟ الأربعة هنا تقسم ال 12 يبقى ناخد ال4 عامل مشترك، مفيش رموز متكررة. 12 على 4 يبقى 3y و4 على 4 يبقى 1. انتهت. هنا مفيش اعداد يبقى ركز مع الرموز، هناخد الام عامل مشترك 4m على 4 على m يبقى 4 وام ان على m يبقى n. انتهت المسألة. هنا ال15 وال25 العامل المشترك بتاعهم 5، والايه والبي مفيش عناصر رموز متكررة. 15a على 5 تبقى 3a و25 على 5 يبقى 5b. السؤال رقم 4 18 و27. طيب نقسم على كام؟ 18 ما تنفعش. طب نقسم على 9 الايه متكررة تمام. 18 على 9 يبقى 2 والايه هتتكنسل. 27 على 9 يبقى 3 والبي هتنزل. السؤال اللي بعده هناخد سالب عامل مشترك. اتفقنا طالما الحد الأول فيه سالب ناخد سالب عامل مشترك يفضل. 7 و49 هناخد 7 عامل مشترك، مفيش رموز متكررة. سالب على سالب يبقى موجب، و7 على 7 يبقى 1 يبقى ينزل ك. ناقص على ناقص هتبقى زائد. 49 على 7 هتبقى 7 والام هتنزل، ويبقى كده خلصنا الايه؟ خلصنا المسألة. السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول 9a تربيع b ناقص 6a b تربيع زائد 3a b. 9 و6 و3 انا شايف هنا ان ال3 هتقسمهم كلهم يعني 3 عامل مشترك. الايه متكررة هناخد الصغيرة ايه لان هنا ايه تربيع وهنا ايه وهنا ايه. هنا بي وهنا بي تربيع وهنا بي ناخد بي كمان. نبدأ نقسم. 9 على 3 يبقى 3. ايه تربيع على ايه هتبقى ايه والبي هتتكنسل. ناقص 6 على 3 يبقى 2. الايه هتتكنسل ويبقى بي تربيع على بي هتبقى بي. هنا 3 على 3 يبقى 1. الايه مع الايه والبي مع البي هيتكنسلوا. اوعى تنسى تكتب الواحد.
انا سامع حد بيقول لي ايه يا مستر محشاه، احنا قلنا قبل كده مش هنكتب الواحد. لا، الواحد لو هو يعني جنبيه رمز، معاه رمز، ممكن ما تكتبوش، انما طالما هو لوحده يبقى لازم ايه؟ لازم يظهر ولازم تكتبه. النقطة رقم 7 عندي 2 و4 و6، هناخد الاتنين عامل مشترك. الايه متكررة، هناخد الايه، مفيش رموز تانية متكررة. 2 ايه على 2 ايه يبقى 1، 4 على 2 يبقى 2، الايه هتتكنسل والبي هتنزل. هنا 6 على 2 يبقى 3، الايه هتتكنسل، البي والسي هتنزل. يبقى كده انتهت الايه؟ المسألة. المسألة رقم 8 هناخد مفيش أعداد هنا، شايف اكس تربيع اكس تربيع اكس تكعيب، يبقى هتاخد اكس تربيع. واي تكعيب واي تربيع واي تربيع، يبقى هتاخد واي تربيع. اكس تربيع واي تكعيب على اكس تربيع واي تربيع، يبقى باقي واي فقط. اكس تربيع واي تربيع على اكس تربيع واي تربيع، يبقى 1. اكس تكعيب واي تربيع على اكس تربيع واي تربيع، الواي تربيع هتتكنسل، هيبقى عندنا اكس أس 1 يعني اكس. كده يبقى خلصنا المسائل دي، ويلا نشوف السؤال اللي بعده. آخر نقطتين هنا رقم 9 ورقم 10 برضو حل باستخراج العامل المشترك الأكبر. هنا في سالب، يبقى أكيد زي ما اتفقنا هناخد السالب عامل مشترك. 4 و6 و8 و12، ينفع نقسم على الأربعة؟ لا، 6 مش هتنفع. طب ينفع نقسم على الاتنين؟ تمام. اكس أس 5 اكس أس 4 اكس أس 3 اكس أس 2، ناخد الاكس أس 2 أصغر حاجة. يلا نقسم، سالب على سالب يبقى موجب، 4 على 2 يبقى 2، اكس أس 5 على اكس تربيع يبقى اكس أس 3، بنطرح الأسس، ناقص 6 على 2 يبقى 3 اكس أس 2، سالب على سالب يبقى موجب، 8 على 2 يبقى 4، اكس أس 3 على اكس أس 2 هتبقى اكس أس 1 زائد موجب على سالب يبقى سالب، 12 على 2 تبقى 6، واكس أس 2 هتتكنسل خلاص. يبقى كده انتهت المسألة. السؤال رقم 10 شايف 16 و4 و12، ينفع نقسم على الأربعة؟ يبقى تساوي 4. ايه أس 6 وايه أس 4 وايه أس 2، هناخد أصغر واحدة ايه أس 2. 16 على 4 هتبقى 4 ايه أس 4، لأن 6 ناقص 2 يبقى 4، ناقص 4 على 4 يبقى 1، ايه أس 4 على ايه أس 2 هتبقى ايه أس 2، موجب على موجب بموجب، 12 على 4 تبقى 3، والايه تربيع هتروح مع الايه تربيع، يبقى الناتج النهائي بتاعنا بالشكل ده. وطالما طبعا جوه القوس مفيش عامل مشترك تاني، يبقى كده الحل بتاعنا ان شاء الله سليم مفيهوش مشكله. نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول حلل كثيرات الحدود باخراج العامل المشترك الاكبر اللي هو ع م أ. انا ملاحظ هنا ان العامل المشترك عباره عن قوس، فبنبدا نكتب القوس ده ب زائد 5، والباقي عندنا a زائد 2. نوع سهل جدا وبسيط جدا. طب العامل المشترك هنا 4x ناقص 1، 4x ناقص 1، الباقي عندنا هنا مفيش حاجة. دايما القوس اللي مفيش حاجة معاه يبقى المعامل بتاعه 1، ما تنساش، ناقص y. انتهت المسألة. هنا اللي متكرر 2x ناقص 3، اكتب 2x ناقص 3، ده قوس تربيع، لما نقسمه على القوس أس 1 هيتبقى قوس، يبقى 2x ناقص 3، والقوس التاني ده معاه 2 يبقى ناقص 2. النوع ده طبعا أو المسألة دي لازم تكتب الناتج في خطوة جديدة علشان تعدل الشكل بتاعه، يبقى 2x ناقص 3، وده اللي أنا بعلم عليه بالأصفر ده فيه تجميع، فيه تبسيط، اختصار، يبقى 2x
سالب 3 وسالب 2 يعني سالب 5. كده انتهت المسألة. السؤال رقم 4 عندي 7x ناقص 5 تربيع. تعالى نكتبها مرة تانية. 7x ناقص 5 تربيع. خد السالب هنا عامل مشترك علشان تبقى 7x ناقص 5. وتلاحظ هنا ان العامل المشترك هو 7x ناقص 5. بعد ما خدنا العامل المشترك هنا قوس تربيع لما نقسمه على القوس هيبقى عندنا 7x ناقص 5. والقوس التاني ده معاه كام؟ المعامل 1. طالما مفيش حاجة يبقى المعامل 1، يبقى تقول لي ناقص 1. وهنا هتكتب الناتج في خطوة جديدة 7x ناقص 5 مضروبا في 7x ناقص 6. السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول x زائد 2 الكل تكعيب ناقص 2 في x زائد 2 الكل تربيع. لاحظ هنا ان اللي متكرر قوس، ولكن مش قوس فقط، لا ده قوس تربيع، لان في اسس يبقى ناخد الصغير، يبقى يساوي x زائد 2 الكل تربيع. اما نقسم قوس اس 3 على نفس القوس هيتفضل عندي x زائد 2 اس 1 ناقص، وهنا 2 هنكنسل الاتنين دي بالموجب مع الاتنين بالسالب، يبقى باقي اكس في القوس. دايما لما يكون حد واحد وقوس يفضل ان احنا نكتب الحد لوحده اولا، يبقى نكتب اكس في اكس زائد 2 الكل تربيع. السؤال اللي بعده اللي هو السؤال رقم 6 في تعديل هنا صغير، ان الحدين دول كده مع بعض هناخد منهم 3 عامل مشترك، يعني هناخد عامل مشترك هنا 3، يبقى يتبقى اكس زائد 2. 3 من مين؟ من الحدين دول بس. علشان المسألة تبقى بالشكل ده، المرة اللي بعدها هيبقى عندي القوس العامل المشترك اكس زائد 2. نبدأ نفتح قوس، هيتبقى عندي 3 ناقص، خلي بالك، اكس زائد 2. اكس زائد 2 اللي في الأول زي ما هي خلاص، وهنا 3 ناقص اكس، خلي بالك 3 ناقص اكس ناقص 2. ليه؟ لأن أنت عندك السالب ده هيدخل على القوس هيغير الإشارات كلها، يبقى عندي اكس زائد 2، وهنا 3 ناقص 2 يبقى 1 ناقص اكس. كده يبقى انتهت المسألة. بعد كده بندخل على مسائل مرتبطة بالهندسة، وهنا بيقول اوجد محيط كل من الشكلين في صورة عاملين باستخدام التحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر. طبعا ده مثلث متساوي الساقين، يبقى ده 2x، الضلع ده بيساوي الضلع ده، ويبقى محيط المثلث يساوي مجموع أطوال الأضلاع، يبقى 2x زائد 2x زائد 12، يعني 4x زائد 12. طب كده هو كثيرة حدود، احنا عايزين عاملين، هناخد ال4 عامل مشترك، 4x على 4 هتبقى x، و12 على 4 يبقى 3، يبقى احنا كده جبناهم في صورة عاملين، ده عامل وده عامل. تعالى هنا ده متوازي أضلاع، دي 3x تربيع، يبقى دي أيضا 3x تربيع، دي 5x دي 5x من خصائص متوازي الأضلاع. وهنا هنقول محيط الشكل يساوي 3x تربيع زائد 3x تربيع زائد 5x زائد 5x، يبقى بيساوي 6x تربيع زائد 10x. هنبدأ نعمل عملية التحليل، ال6 وال10 مين العامل المشترك بتاعهم؟ يبقى 2، 2 على 6 ب 12، 12 على 4 ب 8، 8 على 4 ب 16، 16 على 4 ب 24، 24 على 4 ب 36، 36 على 4 ب 48، 48 على 4 ب 52، 52 على 4 ب 53، 53 على 4 ب 54، 54 على 4 ب 55، 55 على 4 ب 56، 56 على 4 ب 57، 57 على 4 ب 58، 58 على 4 ب 59، 59 على 4 ب 60، 60 على 4 ب 61، 61 على 4 ب 62، 62 على 4 ب 63، 63 على 4 ب 64، 64 على 4 ب 65، 65 على 4 ب 66، 66 على 4 ب 67، 67 على 4 ب 68، 68 على 4 ب 69، 68 على 4 ب 70، 68 على 4 ب 71، 71 على 4 ب 72،
الإكس متكررة هناخد الصغيرة، 6 على 2 هتبقى 3 إكس، و10 على 2 تبقى 5، والإكس هتتكنسل مع الإكس. يبقى هنا العاملين هما 2 إكس ده عامل، والقوس اللي هو 3 إكس زائد 5 ده العامل الإيه؟ ده العامل الآخر. السؤال اللي بعده بيقول لي مهندس لديه قطعة أرض على شكل مربع طول ضلعه 2 إكس، المربع الكبير، أراد أن يبني عليها بيتا على شكل مستطيل بعداه إكس و20، ده الإيه؟ البيت. وأن يستخدم المساحة المتبقية كحديقة كما بالشكل. اوجد مساحة الحديقة واكتب الناتج كحاصل ضرب عاملين. يبقى مساحة الحديقة بتساوي مساحة المربع ناقص مساحة المستطيل. مساحة المربع يبقى 2 إكس في 2 إكس اللي هو طول الضلع في نفسه، أو ممكن نعملها 2 إكس تربيع كده. ومساحة المستطيل هتبقى 20 في إكس، يبقى 4 إكس تربيع ناقص 20 إكس، دي كده المساحة بتاعتي. لكن هو بيقول احنا محتاجينها كحاصل ضرب عاملين. ازاي؟ باستخدام العامل المشترك. 24 ناخد ال4، إكس تربيع وإكس هناخد الإكس، وبعد كده بنفتح قوس 4 إكس تربيع على 4 إكس هيبقى إكس، و20 على 4 هتبقى 5، والإكس هتتكنسل. وبكده يبقى احنا قدرنا نجيب المساحة بتاع الحديقة على هيئة ضرب عاملين. مين هما العاملين؟ ال4 إكس ده عامل، والإكس ناقص 5 ده العامل الآخر. النقطة رقم 13 بيقول يقفز الدولفين الأعلى بحيث يكون ارتفاعه بالمتر بعد تي ثانية مساويا 32 تي ناقص 16 تي تربيع. اكتب ارتفاع الدولفين كحاصل ضرب عاملين باستخدام التحليل. كحاصل ضرب عاملين باستخدام التحليل، يبقى الارتفاع اللي هو 32 تي ناقص 16 تي تربيع. هنا ال 32 وال 16 العامل المشترك 16، والتي والتي تربيع هناخد التي الصغيرة اهي. اقسم 32 على 16 يبقى 2، والتي هتتكنسل مع التي، ناقص 16 على 16 يبقى 1، تي تربيع على تي هتبقى تي. يبقى أنا كده كتبت الارتفاع كحاصل ضرب عاملين. مين هما؟ ده عامل 16 تي، والاتنين ناقص تي عامل آخر. ثم اوجد ارتفاعه عند تي ب1. الارتفاع عند تي تساوي 1. هنا اما نعوض بالواحد 16 في 1 ب16، ده العامل الأول. وهنا اما نعوض ب1 2 ناقص 1 اهي، ممكن تكتبها 1 على طول مفيش مشكلة. يبقى 16 في 1 يبقى الارتفاع بيساوي كام؟ 16. طبعا هنا احنا الارتفاع ده بالمتر، يبقى 16 متر. يبقى احنا بعد ما عملناها حاصل ضرب عاملين عوضنا مرة عن تي ب1، فقلنا 16 تي يعني 16 في 1 يبقى 16، و2 ناقص 1 يبقى 2، 2 ناقص 1 يبقى 1، وضربنا 16 في 1 يبقى 16 متر. ده الايه؟ الارتفاع عند تي بتساوي ايه؟ تي بتساوي 1. السؤال اللي بعد كده بيقول ينتج مصنع أدوات مدرسية نوعين من المنتجات، كراسات وأقلام، تكلفة الكراسة 6 إكس تربيع واي جنيها، وتكلفة القلم 9 إكس واي تربيع جنيها، إذا أنتج المصنع 300 كراسة أو 300 من الكراسات و200 من الأقلام. إجمالي التكلفة. التكلفة بتساوي،
هو هينتج 300 كراسة، يبقى 300 هنضربها في 6x تربيع y، و200 من الأقلام يبقى 200 هنضربها في 9xy تربيع. كده ده التعبير الرياضي. هنبدأ بس نضرب. تساوي 300 في 6 يبقى عندنا 1800 x تربيع y، وهنا 200 في 9 ب1800 xy تربيع. هو محتاج التعبير ده كحاصل ضرب عاملين. شايفين طبعا 1800 و1800 لما يكون نفس العدد يبقى هو برضو بيكون العامل المشترك، يبقى 1800، وعندنا الاكس متكررة هناخد الصغيرة، وكذلك الواي يبقى واي، ونبدأ نفتح قوس. 1800 هتروح مع ال 1800، اكس تربيع على اكس هتبقى اكس والواي هتتكنسل، 1800 هتروح مع ال 1800، الاكس هتروح مع الاكس وهيتبقى عندي واي. يبقى كده انا عملتها حاصل ضرب عاملين، عامل اللي هو بالبنفسجي ده تمام اللي هو 1800 اكس واي، والعامل الثاني اللي هو اكس زائد واي. بعد كده بيقول اذا كان 6 اكس زائد 9 بتساوي سي في 2 اكس زائد دي، و14 اكس زائد 10 بتساوي ايه في 7 اكس زائد بي، اوجد القيمة العددية للمقدار ده. طبعا المسألة هنا معتمدة على ايه؟ على فكرة مهمة جدا اللي هي فكرة المقارنة. يعني ايه يا استاذ فكرة المقارنة؟ يعني احنا كده لو جينا هنا 6 اكس زائد 9، هنا 2 لو ضربنا سي جوه هتبقى 2 سي اكس زائد سي دي. من هنا هنبدأ نقارن 6 اكس وهنا 2 سي اكس، بقارن المعاملات يعني بساوي المعاملات. يبقى هقول له يا أستاذ 2 سي بتساوي 6، يعني السي بتساوي 3، دي حاجة. طيب والسي دي اللي هي أعلم عليها بالأخضر دي، السي دي اللي هو المطلق ده بيساوي 9، يبقى السي دي بتساوي 9. طب احنا أصلا حسبنا السي ب3، يبقى الدي 9 على 3 يبقى أيضا 3. وهاجي هنا برضو نفس الكلام وهعمل عملية المقارنة، يبقى هنا 7AX و AB. هناخد ال7A بتساوي 14، ومن هنا هتبقى الايه 14 على 7 يبقى 2، وهناخد AB بتساوي 10. طب احنا عندنا الايه ب2، يبقى البي هتكون 10 على 2 بتساوي 5. يبقى احنا كده جبنا الاي والبي والسي والدي. تعال نشوف بقى المقدار بتاعنا. المقدار المطلوب هو عبارة عن دي أس سي زائد بي أس ايه. الدي اللي هي 3 أس سي أس 3، والبي اللي هي 5 أس ايه اللي هي 2، 3 أس 3 يعني 27، وهنا 5 أس 2 اللي هي 25، يعني الناتج بتاعنا بيكون بيساوي 52. دي القيمة العددية للمقدار. مسألة جميلة جدا. وقلنا الفكرة هنا مساواة المعاملات. يعني ايه مساواة المعاملات؟ يعني العدد اللي بجوار اكس في الطرف الايمن بيساوي العدد او المعامل بتاع اكس في الطرف الايسر، ومنها بنقدر نحسب القيم بتاعتنا. سؤال رقم 16 والاخير معانا ده بنسميه سؤال مفتوح، يعني ليه اكتر من اجابة. بنسيب الطالب يفكر وهنلاقي اجابات كتيرة جدا او عدد لا نهائي من الاجابات صحيحة. بيقول لي اكتب ثلاثية حدود، يعني 3 حدود، بحيث يكون العامل المشترك الاكبر 3 اكس تربيع.
ففي طالب هيقول 3x تربيع زائد، ويجي ضارب في 2 مثلا ويبقى 6x، ويضرب في 2x مثلا يبقى 6x مثلا تكعيب. ممكن طالب تاني يضرب في 3x تربيع، يبقى 3 في 3 يبقى 9x أس 4. يبقى دي كثيرة ايه حدود أو ثلاثية حدود، هيكون العامل المشترك بتاعها 3x تربيع. طب طالب تاني هيضرب في 2 ويضرب في 5x ويضرب في 5x يعني في عدد لا نهائي من الحلول هنا. دي طبعا بنسيب المجال فيها للطلاب، كل طالب يقول الحل بتاعه، وفي الاخر طبعا نبص عليه. طالما العامل المشترك بتاعنا بيكون 3x تربيع يبقى ده حل ايه صحيح. يبقى لازم تكون ثلاثية حدود وفي نفس الوقت العامل المشترك بيكون 3x ايه تربيع. كده خلاص يكون وصلنا لنهاية التمارين بتاعتنا. أتمنى أن الشرح ينال إعجابكم، وفي الختام نسألكم الدعاء، وانتظرونا في كل ما هو جديد ومفيد على القناة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.